السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى الدنيا كده ساقعة قوي، فقلنا نعمل بقى برضو ايه، يعني حاجة حلوة كده. يعني الدقيق اللي هو الدقيق الذرة اللي هو الأصفر ده. أنا شخصيا يعني بحب اسمها بسيسة، بحبها أوي أوي أوي، يعني أحلى من الكيكة. ومش عارفة احنا عندنا بنسميها بسيسة، معرفش بقى في أي حتة بيسموها ايه، بس بيبقى جميل بصراحة، بتبقى أحلى من الكيكة. فقلت بقى نعملها النهاردة كده برضو مع كوباية شاي بلبن كده. من الحاجات يعني اللي بحبها أوي، هي سهلة أوي أوي أوي، مفيهاش أي حاجة. أنا حطيت كوبايتين دقيق، دقيق عادي بتاعنا الأبيض، ونحط 3 كوبايات من دي أو 3 كوبايات، يعني يعني إلا معلقتين صغيرين كده، دقيق الذرة ده، أو يعني المعلقة بتاعت الأكل الكبيرة دي، يعني تشيلي منها 2 كده. عايزه تعملي ده قد دوت، انا بس ايه، يعني ضعف الكميه، او عايزه تقللي الكميه، بس دي انا عاملاها الصينيه اللي هي الكبيره المربعه، اللي هي المستطيله دي. اكبر واحده، هما بيبقوا 3 كده تحت بعض، دي انا عاملاها اكبر واحده. بصي الكوبايه انا ما مليتهاش، يعني معلقتين كبار كده مليانين، ناقصاهم من تالت كوبايه. عايزه الدقيق الذره اللي هو الدقيق الاصفر ده قد الدقيق الابيض زي ما انت عايزه تكتريه شويه وتقللي الدقيق الابيض برضو، مفيش مشاكل، في الكلا الحالتين هتطلع برضو حلو. انا بحب انخل الدقيق، وبصي فيه اللي هو القشر بتاع الذره ده، انا ما بحبوش، ده اللي بيشرق، ده اللي بيخلي، بصي بوريهولكوا اهو، ده اللي بيخلي الكيكه البسيسه تقيله، هي معروف عنها ان هي بتبقى تقيله كده في البق، او تقيله وانت بتبلعيها كده. انخليها انخليها، وهيطلع منها القشر ده، ولا هيشرقك ولا هتبقى مكتومه ببقك كده. وحطيت ده باكو بيكنج باودر ورشه ملح، دي المواد اللي هي الجافه كلها على بعضها، اقلبها واركنها على جنب. بس اهم شيء تنخلي طبعا ايه، الدقيق الابيض والدقيق الاصفر ده يتنخلوا، وبالاكتر الدقيق الاصفر. انت مش هتحسي باللي هو القشر ببقك، ولا تحسي ان هي تقيله، ولا هي معروفه عن البسيسه ان هي تقيله، لا والله، ولا تقيله ولا اي حاجه، زيها زي الكيكه الهشه اللي احنا بنعملها عادي بالبرتقال. نركن المواد الجافه، نجيب الخلاط. انا هحط في الخلاط اللهم صل على النبي، هبدأ بيه الاول. اي حاجه يعني، الزيت ماشي، اللبن ماشي، البيض ماشي، زي ما انت عايزه. انا حطيت نص كوبايه زيت، دي نص كوبايه بالظبط. هكملها سمنه اهو، هكملها سمنه. عايزه تعمليها بسمنه كلها تمام، او زبده صفرة تمام برضه، هتبقى زي العسل. عايزه تعمليها بزيت كلها، اللي انت عايزاه، عايزه كده وكده زي ما انا عملت، الاتنين بيمشوا زي العسل. ولو الزيت اللي هو الزيت العباد بتاعنا، يعني مش بتاع التموين، ملهوش ريحة ولا حاجة، برضه هتطلع معاكي زي الفل، مفيش حاجة. ما تخافيش، وجربي وشوفي كده، ان شاء الله هتعجبك وهتنجح معاكي. انا هحط كوبايتين سكر، او كوبايتين وحبة كده يعني. انا عاملة عشان الصينية كبيرة شوية، فانا عاملة المقدار ده. انت عايزة الصينية اقل من كده، اللي هي 28، نقصي المعيار النص بالظبط. ادي كوبايتين سكر، كوبايتين وما جاتش وربع، يعني تلت كوبايه، ما جاتش وربع خالص. يبقى حطيت كوبايه سمنه، كوبايه سمنه على زيت، نص زيت نص سمنه، اي نوع سمنه انت بتحبيها. وحطيت كوبايتين، هقول بقى كوبايتين دي كوبايتين ومعلقه، اللهم صل على النبي، سكر. وبعد كده هحط اللبن، كوبايتين لبن، نفس الكوباية اللي انت بتعايري بيها، عايري بيها كل المقادير بالدقيق بكله. انا حطيت كده كوبايتين وربع، بتاع ده لبن، وربع فنجان، اللي هو فنجان القهوة العادي، خل. انا عندي بشر برتقان، البشر برتقان ده والله والله من السنة اللي فاتت،
بصوا شكله عامل ازاي، واورنجي زي ما هو كده، ولا مثلا دبل معايا، ولا لونه اسمر، ولا الكلام ده. ده من السنة اللي فاتت. هنضرب بالخلاط. معلش انا على فكرة حطيت 3 بيضات، معرفش هو المقطع ده راح فين. انا حطيت 3 بيضات، يبقى ال3 بيضات، كوبايتين وربع سكر، كوبايتين وربع لبن، كوباية نص زيت ونص سمنة او حسب ما انت عايزة. اللهم صل على النبي. ربع فنجان خل. ال3 بيضات، 3 بيضات 4 زي ما انت عايزة برضو. انا بس عشان كان البيض عندي كبير شوية، بس بصراحة معرفش مقطع البيض راح فين، ما علينا. انا قلبت وهرجع اهو، كملت بقية السوائل تاني بس عشان ما يطرطرش مني، فحطيته على مرتين. انا بس هقلب كده لحد ما بس ما يتجانس كله مع بعضه، وما يكونش فيه اي تكتلات ولا دقيق ولا الكلام ده. ايديكي بس تبقى في اتجاه واحد عشان ما تهبطهاش. هي تقيلة كده شوية، مية مية، ما فيهاش حاجة، ما تخافيش، مش هتهبط منك ولا تتكتب منك ولا اي حاجة. جربي كده وشوفي حاجة بسيطة كده. تتعشي بالليل حتة كده مع كوباية شاي، الصبح تفطري نفس الحكاية. جميلة والله جميلة. عارفة بتبقى أطعم من الكيكة يعني. الدقيق الذرة ده سبحان الله بيديها طعم كده، بتبقى أحلى من الكيكة. أنا ما احنا يعني احنا زمان كنا نحس إن هي ما بنحبهاش عشان تقيلة كده. معرفش أنا جربت إن أنا أنخل دقيق الذرة، ما بقتش يعني تشرقك في زورك كده، او تبقى تقيله معايا، ما بقتش كده خالص. يعني الحمد لله، وانا اعتمدت الطريقه دي وبقيت امشي عليها. دي الصينيه انا دهنتها زيت وبدرتها بالدقيق. عايزه زبده برضو زي ما انت عايزه، بس انا بفضل ان انا ادهن صينيه كيكه او او البسيسه زي ما انا عامله كده بالزيت. اي حاجه يعني زي كده عشان ما تلزقش، فانا بفضل الزيت في كل حاجه بصراحه. ما دام الزيت نضيف معايا فبحب ان انا احط زيت. افضي بس الكميه كلها. بس انا ساعات بقى بحط عليها، يعني حبيتها الاكتر ان انا برش عليها رشه سمسم كده من فوق الوش. السمسم ده بقى يعني بياخدك في حته تانية. يعني والله جربي كده، وجربي يعني في صينيه صغيره، وقللي المقادير اللي انا عاملاه وشوفي طعمها هيبقى عامل ازاي. بصوا طالعه كده مع ريحه البرتقال. ممكن بدل اللبن تحطي عصير برتقال. يعني احنا في الشتاء والبرتقال بقى طبعا بدأ يطلع ويحلو. فانا ما جبتش بصراحه ربنا برتقال، بس ايه يعني البشر بتاع البرتقال غناني يعني اللي انا احط برتقال. بس بدل اللبن ممكن تحط عصير برتقال، هتبقى فظيعه. مع القشر البرتقال هتبقى جميلة جميلة. اما برضو دلوقتي مع اللبن مع قشر البرتقال برضو اداها طعم جميل. زي ما انت عايزة كده او كده، زي ما انت عايزة. بقول لكم جميلة. بص هي استوت وهي سخنة، هي بس يعني بصي بتقع مني حتت كده بس عشان هي سخنة قوي. انا عايزة بس اوريكم. بصوا من قعرها من تحت، وهشة وجميلة ودايبة، مش مكتومة والله ولا الكلام ده. هشة وجميلة. يا ريت تجربوها بقى، وان شاء الله باذن الله يعني تعجبكم. وبشكر حبايبي، ربنا يخليكم ليا يا رب، اللي اشتركوا في القناه بتاعتي وبيدعموني وبيفرحوني بكلامهم الحلو. يعني والله ما عارفه اقول لكم ايه. احلى حاجه ان احنا نقف جنب بعضينا، واحلى حاجه ان احنا نسند بعضينا كده. يعني الحمد لله، يعني المسلمين دول الحمد لله يا رب، نعمه من عند ربنا. فربنا يخليكوا ليا بجد وشكرا قوي ليكوا. جربوا بقى زي الحاجات اللي انا بعملها دي، واي حد بيسألني سؤال انا طبعا هرد عليه طبعا في كل حاجة. ويا رب تعجبكم، ومتشكرة لكم، او السلام عليكم ورحمة الله.